هلا والله ازيكم. في الفراسة وفي الناس بتوع الأنساب والدول والشعوب، في الأشخاص أو البشر اللي بيبقى عارفين طباع الشعوب، طبيعة كل شعب. يعني الشعب المصري ايه طبيعته، الشعب السوداني ايه طبيعته. المصريين كلامهم كتير، السودانيين كسولين. العراق أرض الفتن، السوارية فيهم نشفان. اللبنانيز يعني كانت دولة مسيحية أو هتتعمل إن هي دولة مسيحية ومش عارف طباعهم منفتحين وعلمانيين. الدولة الفلانية الفلسطينيين الحلوين مش عارف إيه. الأرادنة يعني الأرادنة إيش تقول عن الأرادنة. كل منطقة وكل أرض وطبيعة الأراضي، كل أرض لها طبيعة، كل شعب له طبيعة. طيب، وكل منطقة داخل الشعب برضه لها طبيعة. بعده اللي بعده اللي بعده يا ولاد. قصة انك تجيب الصفات العامة للشعوب، محدش بيحب يقول الكلام ده. يعني عمر ما في شعب من الشعوب هيقولك انت بتتكلم عن البلد بتاعتنا، ممنوع تتكلم عن بلدنا، احنا واحنا واحنا أوب. تحاول كتير انك تتجنب انك تتكلم عن الدول وعن البلاد والعباد والبشر. لكن شوف، متابعيني مثلا لو انا عندي متابعين من اليمن، يا اخي ما تسمع لهم حس. هو كده كده ما عندهم انترنت في اليمن اساسا عشان يكون عندهم يعني يكون عندهم تعليقات. وكده كده ابو يمن مو فاضي، ابو يمن مشغول بيخزن جات، فمو فاضي يخش يكتب تعليقات على اليوتيوب. اوكي. الطعميات، انا كده كده ما ادانيهم بعيشة الله، ومعروفين الطعميات، يعني شعب معروف، شعب الطعمية شعب معروف، شعب غريب عجيب، شعب ملوش كتالوج. اوكي. ايه طب القرف ده؟ طيب. ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه ايه الاساسيه. القرف طيب. ده؟ ايه خلي بالك القرف في ده؟ حاجات. وين المشكلة بقى؟ احنا عندنا مشكلة مع دول الهلال الخصيب. دول الهلال الخصيب عامله لنا أزمة في القناة. ربنا مبتليني بيهم في قناة اليوتيوب. يعني لما يكون فاتح عندك قناة اليوتيوب وعندك دول الهلال الخصيب، ربنا مبتليك بيهم. الدول الجميلة الظاهرة على الشاشة أمامكم وفق اتفاقية سايكس بيكو. طيب، يا قلبي، فانت مضطر انك تقعد تسمع كلامهم وتقرأ التعليقات التافهة اللي بيكتبوها. ويعني مستواهم الفكري غريب، مستواهم الاجتماعي غريب، مستواهم العقلي غريب. تيجي تتكلم جمهوريات المؤس، الجمهورية العراقية، الجمهورية العربية السورية اللذيذة اللطيفة، جمهورية أو دولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، ما عدا طبعا المملكة الأردنية الهاشمية، دي مملكة وخلاص وناس معروفين وقصتهم منتهية. اوكي. حياة النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. طيب، وش عندكم يا دول الهلال الخصيب؟ وش الطبيعة اللي تلاحظها في دول الهلال الخصيب؟ طيب، احنا قلنا الشوام بشكل عام، اللي انا لقيته فيهم يعني على حسب المتابعين اللي عندي من الشوام، في مشكلة في العقيدة، في لخبطة في العقيدة الدينية، في بلا، في نكبة في العقيدة الدينية. هم يعني في مشكلة عندهم في الدين. يعني أراضي الشام أو أرض الشام دايما مبتلون في الدين والأديان، وقال الله وقال الرسول، في مشكلة في الموضوع ده. هم ما بيعرفوش يفهموا في الدين صح، ما عندهمش رجال دين صح. بسبب الانقسامات اللي موجودة والدنيا اللي موجودة ومين اللي بيحكم ومين اللي ما بيحكمش والحرب الأهلية، في مشكلة في المعتقد الديني. المشكلة اللي في المعتقد الديني لها جذور في المعتقد الاجتماعي، أو مش المعتقد، في التركيبة الاجتماعية في البلد. وبالتالي نفس النظام لما تيجي تتكلم عن اللبنانيز، طب اللبنانيز اتفضل، يعني اللبنانيز ده بقى حدث ولا حرج. يعني اللبنانيز حدث ولا حرج، لكن يعتبر اللبنانيز كلامهم قليل مقارنة بأرض الفتن اللي هي الدولة اللي اسمها العراق دي، الدولة اللي ما في فتنة إلا في البلد دي. وطبعا الحجاج بن يوسف الثقفي ما قصر فيهم، والله ما قصر فيهم، والله ما قصر فيهم. والتاني ابن صبحة ما قصر فيهم. فانت دلوقتي لما تيجي تتكلم عن الدول دي، ايش مشكلتهم مع الدين والاديان؟ في مشكلة. ايه مشكلتهم في الولاء وفي الاخلاص؟ في مشكلة. ايه مشكلتهم في العهد والميثاق؟ في مشكلة. هل طبيعة اليهود مأثرة فيهم؟ يعني ايه مشكلة دول الهلال الخصيب؟
يعني دول الهلال الخصيب اللي هم على شكل هلال كده، احنا عندنا مشكله مع الدول دي، فيهم نكبه، فيهم بلا، فيهم كده غرابه. نسيت اتكلم. الاكتئاب اللي عند السواري. الشعب السوري اللطيف، طب يقعد يقول لك ايه؟ يقول لك علشان ظروف الحرب، وعلشان المشاكل، وعشان الحاله النفسيه، وعشان والحاله النفسيه اللي دخلوا فيها بسبب الظروف صح، صح، كلامك صح. انا ما اقدر اتكلم. بس هل السوارية السوريين من قبل الحرب وهم فعلا دمهم خفيف وبيضحكوا وبيهزروا، ولا برضه فيهم الجلافة، برضه فيهم الاكتئاب؟ يعني الأرادنة فيهم الموضوع ده بتاع الجلافة والغلظة، في كده، في حدة طباع وشدة طباع وجفا كده غريب. تحس ان البلد كلها برج الجدي، تحس ان هم كلهم طبيعة برج الجدي. اكو يا دمهم السم، يا دمهم السم بس. طيب، يعني خد بقى فوق الدم السم ملحدين، يعني ملحد ومكتئب في نفس الوقت. طب انت كده لا للسيف لا للضيف لا لصخام الليالي. اي والله، لا للسيف لا للضيف لا لصخام الليالي. اي والله انت كده وصلت الى قناعة نهائية، لا للسيف لا للضيف لا لصخام. يعني ده شيء غريب والله، ده شيء غريب. يعني انت وصلت الى قناعة كده غريبة عن يعني انا نفسي بقعد اتفرج عليهم كده واقرأ التعليقات، ويعني افكر انتوا مين؟ هل انتوا كائنات فضائية؟ يعني هل دول الكائنات الفضائية اللي عندي في القناة؟ هل هؤلاء كائنات فضائية ولا بشر؟ يعني سبحانه سبحانه سبحانه. لكن سبحانه، سبحانه يا ولاد سبحانه، سبحانه من وهب القوة